السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي إن شاء الله تكونوا بخير. محمد أبو تريكة يخرج عن صمته ويصرح، أقولها وبكل صراحة: السبب الرئيسي في خروج المنتخب الوطني أو المنتخب الجزائري هو المدرب مجيد بوقرة. نعم، المدرب هو السبب. تشعر وأن الجزائر تلعب بدون مدرب، بدون خطة، يلعب بعشوائية كبيرة وتخبط كبير في التشكيل والخطط الفنية، وعند تسجيل هدف يتراجع للخلف. أقولها بكل صدق: إن كانت الجزائر تملك مدرب شجاع لفازت الجزائر بكل سهولة على الإمارات. ليس منتخبا قويا لدرجة تعود للدفاع، لأن وبكل بساطة الجزائر تملك أفضل اللاعبين في البطولة. حتى الآن لا أصدق ولا أتخيل أبدا أن الجزائر أقوى منتخبات البطولة تخرج من البطولة العربية بهذه الطريقة، وأمامها منتخب مجنس. و يعني كان قادر المنتخب تاعنا يدير نتيجة، كان قادر يدير نتيجة لولا تفلسف المدرب مجيد بوقرة. قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله على ربي إن شاء الله نخلفوها في كأس إفريقيا، وحظ موفق إن شاء الله في قادم المواعيد. شكرا لكم جزيل الشكر.